الغزالات ديالي، هنا رجعت لكم باش نكملوا الجزء الثاني. وعارفاكم تشوقتوا ومتحمسين باش تعرفوا شنو وقع، خصوصا من بعد ما وعدتكم بالمفاجأة الكبيرة. المهم، بلا ما نطول عليكم المقدمات، اجي ندخلوا نيشان في المعقول وتفاصيل الجزء الثاني. واللي باقي ما شافش الجزء الاول راه ضروري يرجع ليه باش يفهم، وما نخلي لكم الرابط ديالو. المهم، تلاقيت مع ماما وهي تجي عندي، قالت لي راه دويت مع خالة الولد وراه تواصلت مع والديه، وقالوا ليها باللي ولدهم ما غادي يقدر يجي للمغرب حتى لشهر 12، يعني مازال الحال شويه. قالت لي يا ماما غير يجي الولد وديك الساعه غادي يقصدوا دارنا نيشان. جاوبتها صافي يا ماما، اللي فيها الخير الله ياتي بها، مرحبا بهم. فاش ماما غاودات لبابا هاد الهضره قال ليها واش زعما يجيو غير والديه بوحدهم في الاول نتفاهموا؟ جاوبته ماما راه قالت لي غير يجيب باه امه ومن بعد يسهل الله. قالت ليه واخا دابا نقولها ليهم ونشوف. داز واحد الأسبوع تقريبا وهي ترجع عندنا هذيك السيدة الخطابة أو الجارة، وقالت لينا أحقا ما حقا راه الأم ديالو عندها شي أغراض وشي شغال مازال مسالاتهم، وقرروا يجيو مجية وحدة، يعني حتى يجي ولدهم ويدخلوا كاملين دقة وحدة يجيبوا الخطبة والدفوع. وفي هذاك الوقت نيت غادي تكون جات حتى بنتهم اللي ساكنه في السعوديه، هذيك اللي مزوجه بداك الامير، وبدات كتعاود لينا عليها احقا راه بنتهم فاش كتجي للمغرب كتجيب لي غارد والغيروينه وما نعرفها شنو، وراه ساكنه في واحد القصر ما كاينش بحالو. المهم بقات كتخوي علينا الله هضره وكلام كيدوخ، وحنا قلنا امين اللهم يسر. انا في هذا الوقت صافي بديت كنبني الاحلام ديالي وكنريب، وليت كنقول يا ربي واقيلا استجبتي لدعواتي وغادي ترزقني بواحد الراجل اللي غنلقى فيه كاع داكشي اللي كنت كنتمنى. وهذيك السيده كتزيد تشعل العافيه، كتعاود لي عليه وتفصل، كتقول لي راني دويت اليوم مع خالته فلانه وقالت لي عليه شي حوايج كيحمقوا، وبدات كتوصف لي الدري كيفاش داير، وجبدات وراتني واحد التصويره ديال واحد الشاب، اش غنقول لكم كيحمق بالزين، تبارك الله وصل على النبي. وراتها ليا وما نكذبش عليكم، الدري فن، وماما حتى هي بين كلاس وكتحمق، ومعاهم في التصويره واحد البنت كطير بالزين. قلت مع راسي هذه باينه هي اللي مزوجه بالامير، حيت فعلا الجمال ديالها كيفتن وجات معاها تكون اميره. المهم وراتني الدار كيفاش دايره والطوموبيل اللي كيركب، انا غير شفت داكشي تزعطت، وما نكذبش عليكم البنات حبيته وتعلقت به قبل كاع ما نشوفه مباشره ولا نهضر معاه. صافي بقينا غاديين على هذا الحال اليوم وغدا اليوم وغدا، وهذا الشيء اللي كنعاود لكم راه كان في بدايه السنه. بقينا كنتسناو والايام كتجري حتى لواحد النهار طلعت هاد السيده عند ماما وكانت كتشري شي حوايج، وقالت ليها فرحي وسعدي يا لاله. قالت ليها اليوم راه عيطات عليا فلانه ام العريس وقالت لي والو تمشي معايا. قالت ليها ماما ما كنتش عارفه فين باغاني نمشي. وكملت السيده فاش مشيت عندها لقيتها موجده الخطبه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وقالت ليها الدفوع اللي جاب لبنتك شي حاجه طوب، وبدات كتورينا في التصاور في تليفونها. وراتنا الدفوع محطوط في طيافير ملكيه، داكشي ديال الهمه والشان. وديك الساعه الخطبه راه كان باقي ليها تقريبا واحد الشهر. ماما تصدمات وقالت ليها اويلي واش هادو موجدين هادشي كامل من دابا؟ جاوبتها راه حتى فلانه ام العريس حلفات على عجوزتها ما تمشيش، وقالت ليها والو تجي تحضر لولدها، وقالت ليها باللي ام العريس غادي تطلع عند ولدها الامريكان حيت باغا تجي معاه هو وخوه وباغيين يجيو كاملين ويتعرفوا عليكم كأسرة. وبدات كتشكر فيهم وتقول راه ولادها حنان بزاف والأسرة ديالهم مترابطة ومتشابكة، وباغين البنت اللي غتدخل عندهم تكون حتى هي بنت العائلة وتدخل معاهم في هذاك الجو ديال اللمة، يعني هما ما باغينش داكشي ديال التشتت الأسري وكل واحد في جهة. وقالت ليها راه حتى داك ولدها اللي في ميريكان قال لمو اجي باش نرجع انا وياك دقه وحده، داكشي علاش هي موجده كلشي على اتساع. وزادت قالت لماما شفتي هاد الطيافر اللي جابوا لبنتك راه ماشي كراوهم، راه شراوهم ملكهم، وفاش غادي يجيبوهم بالدفوع راه غادي يخليوهم للبنت. ماما بقات غير كتحلف فمها وقالت ما شاء الله الله يزيدهم ويبراك. ولكن ماما استدركات وقالت ولكن راه حنا مازال كاع ما وافقناش رسميا. وهي تنقص فيها السيده وقالت لها اويلي لالا وعلاش ما وافقتي؟ واش انتي مسطيه؟ واش راجل فحال هذا يتفلت؟ لا السيد غزال كيحمق همه وشان، واش انتي حمقيتي ولا تسطيتي؟ وقالت لها هذه هي اللي كيقولوا عليها بغات تركب في السكر، وبدات كتحرك في راسها زعما راه حنا ما عارفينش مصلحتنا. المهم انا عاوتاني كنت راجعه من المدرسه وتلاقات ليا هاد السيده في الطريق، قالت لي اجي لهنا. قلت لها شنو؟ قالت لي امك راه كتقول لك مازال ما وافقاتش ومازال ما شفناش السيد.
واخا انا ديك الساعه راه صافي طايحه فيه لشوشتي، وليت كنعس والتليفون كنحطو حدايا ونبقى نشوف في صورة داك السيد ونتخيل فيه ونقول يا ميمتي واش هذاك الزين غنعس حداه، يا ميمتي واش انا اللي عندي الزهر في هذا المغرب كامل. المهم قالت لي اجي لهنا، حيت ماما كانت قالت ليها راه مازال ما شفناش الناس وداكشي ديال الكرامه وعزه النفس زعما. وهي تقول لي السيده اويلي كنت شوفي الخاتم اللي جاب، قتال على الخاتم، وقالت لي راه الخاتم غير ديال التعارف. وزادت قالت راه خالته قالت لي باللي هو غادي يجيب لك كولي عقد ديال التعارف من تما، وموصي واحد الشركه ونسات على سميتها، هي اللي غادي تصايبوا ليه سبيسيال، وقالت لي راه تسطع عليك غير من الوصف، وهو اصلا ما كيهموش الجمال، هو داغي غير بنت الاصل. وانا بقيت في الحال شويه وقلت مع راسي زعما بحال حرشاتني، كيفاش ما كيهموش الجمال؟ واش انا ما زويناش؟ انا الحمد لله زيني على قدي، ماشي غنقول لكم ملكه جمال وماشي غنقول لكم خايبه، يعني مقبوله وزوينه. المهم ارى لكم فاش طرا هاد الشيء، ماما كانت مع بابا وعاودت ليه كل شيء بالتفاصيل، وبابا تم قال ليها ايوا حتى حنا خصنا نوجدوا لهاد الناس اللي غادي يجيو، ما يمكنش نستقبلوهم بيدينا خاويين. وسولها شكون اللي غادي يجي بالضبط، قالت ليه راه غيجي خوه اللي في ميريكان هو ومرته والعجوزه يعني الجده، هي والراجل، اخته هي وراجلها، وعاد العريس، وعاد هاد خالته اللي هنا ضروري غادي تجي، والله اعلم شكون اخر يقدر يجي معاهم. ناض بابا قال ليها والو، غادي تنزلي عند هاد السيده يعني الجاره وغادي تقولي ليها تسول شحال د الناس غادي يجيو بالضبط. نزلت ماما عندها وقالت ليها قولي لي شحال د الناس غادي يجيو. سولات السيده وعلاش؟ قالت ليها ماما باش نوجد ونعرف قياسي. وهي تقول ليها شوفي والله ما توجدي حتى شي حاجه، راه خالته قالت لي احقا ما حقا راه هما غيديروا التريتور ممون حفلات. قالت ليها ماما واش حماقيتي؟ قالت ليها حتى لهادي والله ما نقبلها، واش يديروا التريتور في دارنا؟ قالت ليها انا قولي لي غير شحال د الناس. جاوبتها السيده لا شوفي انا غير قولي لي شحال د الناس وخرجي من داك السوق. فاش شافت ماما مصره قالت ليها وما نعرف انا غنسول ونرد عليك الخبر. دوزنا واحد الساعه هكاك وهي طلع عندنا، قالت لماما راني دويت معاها وحلفات عليا وقالت لك والله ما توجدوا شي حاجه. وزادت احقا ما حقا راه غادي يجيبوا تريتور، وماشي اي تريتور، راه هذاك راجل بنتها اللي قلت لكم امير كياكل غير من يد واحد طباخ خاص وهو اللي غيجي طيب. قالت ليها ماما ياك ما كانوش راضيين بينا هاد الناس، الله يعاون العوانات، من هنا نفض وشقر. وهي تقول ليها السيده ولا ماشي هكاك، وشوفي هما مازال ما عارفين شحال غيجي د الناس، وخلي حتى لديك الوقيته ويكون خير. قالت ليها ماما اوكي صافي. طلعت ماما وبابا ما عجبوش الحال، جاو هاد الناس بحال الا نقصوا منه. وما نكذبش عليكم ماما كانت باغا تفرتك كل شيء وتلغي هاد الخطبه، ولكن انا قلت ليها زعما ماما ما تعرفي بيبان الرزق يتحلوا عليك. وحتى عماتي قالوا ليها اويلي يا السقعه واش تسطيتي، واش الراجل خدام وما ناقصو حتى خير وباغا تفلتيه؟ لا تبتي ورزني. المهم بقينا غاديين هكاك اليوم وغدا، والسيده يوميا كتهضر لينا على داك العريس وعلى عائلته وشنو كيقولوا فينا. في واحد النهار ماما كانت دوات مع واحد السيده في التليفون اللي قالت لينا الجاره انها حتى هي خالته، ودوات معاها ماما وقالت لي هذيك السيده انا فرحت بزاف وفلانه كتعاود عليكم غير الخير، والله يعمر لكم الدار، وحنا كنتسناو غير النهار اللي نجيو فيه عندكم. المهم بقينا غاديين، الايام كتجري حتى دخل شهر 12. ايوا فاش دخل شهر 12 الام ديالي كانت دوات مع الجاره، سولاتها امتى غيجيو الناس؟ قالت ليها ما عرفتش بالضبط، ولكن راه غادي يجيو في الاواخر ديال شهر 12. وقالت ليها راه ولدها راه كيتسنى ما نعرف يجي في شي طياره. ما عرفت كيفاش دايره، وقالت ليها شي سميه معقده، وزعما كيتسناو يقاد لهداك ولدهم الخدمه ديالو حيت هو في ميريكان كيدير شي حاجه مهمه. قالت ليها غير يقاد الامور ديالو ويجي. وقالت ليها المهم باش ما كان راه غادي نعلمك بواحد السيمانه قبل. قالت ليها ماما واخا. انا واخا هاد الهضره ماما ما قدرتش تصبر، الاب ديالي مشى وتشرى تقدى داكشي اللي قسم الله. ماما خدات الحوت باش نديرو بسطيله ديال الحوت، خدات الفاكهه. المهم جابي بابا لماما المقادير د الحلوه، ماما صايبات الحلوه بدات كتوجد، بدلات الطلامط ديال الصالون، شرات واحد التوريه جديده وعلقاتها. المهم بقينا كنوجدو وكنسخسخو، وهي كل نهار تجي تقول لنا احقا ما حقا راه الناس غادي يجيو نهار 27 في الشهر. صافي حددات التاريخ، ولكن قالت لنا وياكم ديروا العشاء. نقزات ماما حيت ماما في داكشي د التوجاد ما كتلعبش. قالت ليها وياكي؟ قالت ليها ماما شوفي انا راه وجدت وتقديت. ردت عليها السيده اويلي راه غير براد داتاي وحليوه.
قالت ليها ماما واش تسطيتي؟ انتي كتقولي الناس جايبين الطيافر والذهوبات وحنا نستقبلوهم بالرده تاي. ما جاتش وما جابتهاش الدار. قالت ليها ايه، حنا غنديرو كاسكروت فيه الحلوى وداكشي، زعما القوام ديال كاسكروت. بالحق غنديرو العشاء، راه الراجل جاب ليا المقادير د البسطيله، وراه غنديرو الخروف مشوي. قالت ليها السيده دابا فاش قلتي ليا صافي راه راجلي كومونداه طلب الخروف. المهم قالت ليها لا ما تكتريش على راسك، راه خالتو كتوصيني. قالت ليها ماما والله حتى نطيب. قالت ليها ما يمكنش ما تطيبيش، هي كتحلف وماما كتحلف. المهم ماما تشاورات مع بابا، وبابا قال ليها شوفي طيبي، بغاو الناس يجيبوا ماكلتهم يجيبوها بلا ما يجيو كاع. وقال ليها مالنا حنا ما لاقيين ما ناكلو. وقال ديك الهضره ديال الزواج د الملوط كيسالي بالشراط. وقال واش من النهار الاول ما غاديش يبغيو ياكلوا عندنا. وكان بابا نزل عند السيده ودوا معاها وقال ليها شوفي غنقول لك جوج كلمات، الا كانوا ما راضيينش بينا بلا ما يجيو عندنا. قالت ليه لا عمي الحاج ماشي هكاك، هما ما باغيينش يمحنوكم. قال ليها بابا وانا قلت لك. قالت ليه هو صافي عمي الحاج، ما يكون غير خاطرك، اللي بغيتو ديروه ديروه. المهم سيمانه البنات وحنايا في التخمال، خملنا الدار ديالنا وخملنا الدار ديال جده حيت ساكنه فوقنا. قلنا غادي يجيو الناس ونطلعوهم للدار ديال جده. حنا راه مقادين البروغرام، مادام الناس باغيين العائله والتواضع نطلعوهم للدار جده، تما غنديروا كاسكروت ونجلسوا، والدار التحتانيه غنوجدوا فيها الطابلات ديال العشاء، داكشي زعما ديال التريتور بالطبيصلات والمعلقه والفرشيطه والكاس، وزعما داكشي ملكي وهمه. ودرنا بحسامي جوج طابلات، لان واحد عمتي كانت جات من فرنسا وواحد عمتي كاينه في المغرب، وعمي كان حتى هو باغي يجي ولكن ما لقاش كيفاش يدير مع الخدمه. المهم درنا بحساب جوج طابلات عامرين. ماما وجدت البصايط، جاب بابا خروف مقسوم على النص وداه لواحد الفران كيشويه. شرينا الديسير، قدينا الحلوى، شرينا الفاكهه، وجدنا البريوات، هذيك البريوات دلوز المحينشه، المهم من كل الخيرات كل شي وجدناه، كل شي تقاد، كل شي هو هذاك. والسيده معانا كتشقى معانا كتخمل، وحنا فرحانين وناشطين. المهم بقات يومين على النهار اللي غادي يجيو فيه. كملنا حنا الدار، ماما قالت لي والو غادي تمشي للحمام. قلت ليها خليه حتى الغدا باش يبقى فيا النور. وفعلا داز داك النهار والغد ليه مشيت للحمام، ومشات معانا ديك السيده. خرجنا من الحمام، مشيت للصالون درت السيشوار قاديت الحاله. جينا للدار ستفنا الحوايج ديالنا في المصبانه. عمتي ديك الساعه كانت جات. المهم جاو عماتي ديك الليله كامله وحنا كنشطحو، دوزناها شطيح ورديح وكل شي كان فرحان بيا. يا بعدا كانت غتسطى بالفرحه، قالت لي انا زعما حمدتك يا ربي، واش كرتك غتجي عندي لفرنسا؟ وهي تقول ليها الجاره لا لا هو راه باغي يرجع للمغرب، هو راه ما غاديش يبقى تما. وقالت ليها هو الاب ديالو راه داير باش انه يدير ليه شي مشروع في المغرب ماشي مشروع تما. المهم دوزنا يا البنات هذيك الليله كتحمق. الغد ليه مع الصباح نضنا يا البنات كنجمعوا ونطرفوا. الاب ديالي استف دوك الحواله اللي تشواو، مشرملاتهم ماما وكل شي واجد. انا نط دوزت عليا، مشيت للصالون، مشيت انا وواحد بنت عمتي، وهذيك السيده بقات مع ماما في الدار. المهم وحنا جالسين في الصالون حتى لواحد اللحظه السيده بدات كتغوت في الدار. اكبر مصيبه، كيفاش ترى؟ الله 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 الله. المهم ماما مشات كتجري عندها مخلوعه، قالت ليها ياك لاباس اشنو طاري، ياك ما عجوزتك ماتت؟ حيت عجوزتها كانت مريضه في هذوك الايامات. قالت ليها لا. قالت ليها وشكون؟ قالت ليها عجوزة بنتك ماتت. قالت ليها ويلي على مالها ماتت؟ قالت ليها راه كانوا جايين في الطريق وداروا كسيده، وراه ماتت هي وماتت بنت اختو صغيره، ماتت حتى هي في الكسيده كانت هزها جداتها. وهي تقول لها ماما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقالت لها وقولي لينا هاد الناس فين كاينين بابا، نمشيو عندهم بعدا نواسيوهم ونوقفوا معاهم في السبيطار. قالت لها السيدة بلاتي بلاتي، وبدات كتعيط لهذيك خالة الرجل اللي هنا، كتعيط ليها. في الأول ما كانتش كتجاوب، شوية التليفون تقطع وطفى. قالت لها ها هي ما كتجاوبش، وفعلا كانت كتصوني قدام ماما وما كتجاوبش. قالت لها ماما ارا نشوف. خدات ماما ديك النمره وكتصوني كتصوني كتصوني، كتلقى التليفون طافي. ماما تلفات ما عرفات شنو دير، قالت لها يلاه نمشيو للدار ديال السيده خالته. قالت لها الجاره خالتي؟ قالت لها الاخرى. قالت لها لا حقا يلاه تحولات وراني ما عارفاش الدار الجديده فين جات.
صافي هي هاديك بقينا جالسين، انا جيت من الصالون فرحانه وناشطه وكنتسنى الزغاريت قدام الباب حتى كنلقى امي وجهها مخطوف. قلت لها لاباس ماما؟ قالت لي دخلي يا بنيتي دخلي، قدر الله وما شاء فعل. قلت لها شنو طاري؟ وهي تقول لي خلي خلي، وانا ندخل. دخلت البنات حتى كنلقى ماما وجداتي وجههم صفر، ماما كذلك ومثال. قالت لي هو الناس مساكن راه داروا كسيده، راه ماتت الام وماتت بنت الاخت. انا ما نكذبش عليكم، واخا هذيك المراه ام العريس ما شفتهاش، ولكن عزات عليا وبكيت عليها كحاليله ديالي ومن حبابي. وتفكرت هذاك الراجل وقلت مسكين غتكون ماتت ليه ماماه، والنفسيه ديالو دابا محطمه جدا، وكي غيدير مسكين. المهم هي هذيك صافي، بقى بابا كيمشي ويجي، اش غنديرو ماش غنديرو، كل شويه كيقول للجاره عيطي. كنعيطوا من نوامر اخرين وحتى شي نمره ما كنتجاوب، وهي كانت كدوي غير مع ديك خاله الراجل، يعني ما عندها حتى شي نمره واحده اخرى ديال شي حد من العائله. صافي بقينا كنتسناو، وصلات ديك 11 ديال الليل، الحواله كانوا جاو. نقص جدي قال لينا شوفوا حطوا الماكله، هذيك الماكله غير غتفسد، حطوها ناكلوها واللي يتخبى خبيوه حتى نعرفوا راسنا من رجلينا. وفعلا ماما داكشي اللي كان يتخبى خباتو، البسطيله حتى لذاك الوقت كانت مازال ما طابت، شداتها هكاك خضره وداتها دخلاتها الفريكو، حيت حنا باقي ما عارفين هاد الناس واش غيجيو واش ما غيجيوش وشنو غيطرا، واصلا حنا قلال باش ناكلو البسطيله واللحم بزاف، داكشي كتير. المهم الفاكهه وداكشي حتى هو دخلاتو الفريكو، الديسير اللي كلينا منه كلينا، واللي بقى قطعناه ودخلناه، الحلويات كلشي داكشي دخل الفريكو. المهم حطوا لينا هذاك الخروف مشوي، تعشينا يا البنات، هما كياكلوا وانا كنشوف فيهم، ما عنديش منين تنزل ليا اللقمه، وانا عوسيه الله ميته مو. المهم السيده جارتنا ها هي كتاكل معاكم، كتاكل وكتسرط. وصل الغد ليه، ماما قالت ليها اخالتي درا واش جاوبات؟ قالت ليها ما جاوباتش، راه اختها هادي اللي ماتت، غتكون مسكينه على الله طاح ليها التليفون ولا شنو وقع. صافي هي هاديك، دوزنا البنات تقريبا واحد السمانه. ناضت ماما واحد النهار، حيت ماما يوميا كانت كتسول الجاره. واحد النهار نزلت عندها قالت ليها درا واش جاوبات؟ قالت ليها الجاره ويلي. قالت ليها بنت الحرام جاوباتني وما خلاتش ليا من المعيار، وقالت لي طريق هذيك البنت اللي كنتي جايباني نخطبها لولد اختي، طريقها كحله، الله يلقيها ليها، شتاتنا. وقالت ليها يا بنت اختي راجلها طلقها بسبب هذا الشيء. قال ليها انتي السبب، وانتي اللي جايبانا لهاد المغرب الكحل، وانتي اللي ضيعتيني في بنتي. وقالت ليها والعجوزه ماتت والولاد مشاو، والولد العريس قال ليها انا هذيك البنت ما نشوفها منريه، ما نشوف جهتها. المهم ماما مسكينه تصدمات، وهي تقول لها السيده اش غنقول لك المكاتب وخلاص. قالت لها ما كانش في رزق بنتك، ما عندنا ما نديرو. قالت لها غير هي بنتك طريقها ماشي كحله، غير هما اللي طرا ليهم هادشي. ماما طلعت عندي وعاودت ليا، وانا بديت نبكي نبكي نبكي، بقى فيا الحال وانا حاسه براسي كنبغيه، ما قداش نتفارق معاه. وما نكلبش عليكم كنقول شوفي النهار اللي ضحكات ليا الدنيا ربي شنو دار ليا. المهم هي هاديك، دوزنا داك النهار وبديت كنرجع انا لحالتي الطبيعيه ونسينا هادشي. صافي انا عرفت راسي منحوسه، وماشي غير منحوسه، شي حاجه اكثر من منحوسه. وبقينا غاديين البنات لواحد 20 يوم هكاك، حتى لواحد النهار ماما كانت مشات هي واختي اللي صغر مني باش تكسيها، كانت اختي خاصها شي تجينات. المهم مشاو هما كيدوروا في الحوانت حتى كتبان ليهم خالة راجلي المفترضه. المهم غير شافوها، ماما عاقله عليها مزيان، ماما مشات كتزرب وصلت عندها. واخا هذيك الهضره كامله اللي تقالت، ماما قالت انا نعزيها في سبيل الله. وقفت عليها وهي تقول لها السلام عليكم، كي دايره لاباس عليك؟ وهي تقول لها السيده وعليكم السلام. قالت لها ماما الحمد لله. قالت لها البركه في راسك، من جهه اختك ومن جهه بنت اختك، عرفتي شحال عيطنا لكم وشحال جينا باش نعزيوكم. قالت لها ولكن ما لقيناش كيفاش، التليفون ديالك طافي وصافي. قالت لها يعني بغينا نجيو ونديروا معكم الواجب. قالت لها راه الزواج قسمه ونصيب، يعني ما كتبش لبعضياتهم ماشي مشكل، ولكن حنا بغينا نديروا غير الواجب. ماما كدوي مع السيده وقالت لي اختي حرفيا السيده مخرجه فيها عينيها ومصدومه، وكتقول واش هذه الهربه من بويا عمر ولا خارجه من سبيطار الحماق. تقول لها السيده اختي سمحي لي راه ما عرفتكش علاش كدوي. قالت لها ما عرفتيش علاش كندوي؟ قالت لها لا. قالت لها واش انت ما كتعرفيش فلانه؟ قالت لها كنعرفها. قالت لها جيتي عندها؟ قالت لها قالت لها واش كنا خطبتي بنتي لولد اختك؟
قالت ليها السيدة: كنا قلنا غنجيو نخطب بنتك، ولكن هي الجارة قالت لي البنت ما باغاش، وانا صافي قلتها ليه، وحتى اصلا الولد ما كانش باغي يتزوج، قالت غير مو اللي كانت باغا تزوجه. وهي تقول ليها: ماما علا؟ الولد قالت ليها: كيفاش الولد ما بغاش؟ والولد جايب ليها وجايب. قالت ليها: شمن جايب ليها؟ الهضره الخاويه. قالت ليها: ماما وانتي قلتيها لفلانه. قالت ليها السيده: انا فلانه شحال ما دويت معاها. قالت ليها: فلانه اصلا ما عنديش معاها، كانت جمعتني بها واحد القرعه كنا دايرينها في الخدمه، والنهار اللي ولدت نعلت الشيطان وجيت زعما باش نطلع ليها، وفاش شفت البنيه عجبتني وقلت ليها بغيتها للزواج بولد اختي. صافي ما كتبش الله، تسد الموضوع تما. ماما غتجلط، قالت ليها: ما يمكنش هاد الهضره اللي كتقولي. وماما بدات كتعاود ليها، قالت ليها: شوفي، راه هذيك السيده ها اشنو قالت لينا وها اشنو قالت لينا وها اشنو قالت لينا، وحنا اشنو وجدنا واشنو درنا وشنو درنا. السيده قالت ليها: يعطيني الماء. قالت ليها: انا هاد ولد اختي اللي قلت ليها تزوج به راه مره خدام مره لا. قالت ليها: قال لك خدام في فرنسا ومهندس. قالت ليها: كون كان مهندس وخدام في فرنسا غنجيبو لبنتك، كون زوجتو لبنتي. أمي على بنتها؟ على اختو مزوجة بأمير سعودي؟ الله الله على ولدها مشى للميريكان. الله الله على هاد الكذوب. قلت لها: السيدة ويلي، ديك السيدة راه ما كتقشرش، كذابة كبيرة. قلت لها: في الخدمة كلشي كنعرفها كذابة. قلت لها: ولكن ما كانش يصحبنا كذابة بهاد الدرجة، فاتي بدرجة فارس. قلت لها: ماما واش هادشي اللي كتقولي بصح؟ قلت لها: ولا بصح. قلت لها: ماما والنمرة اللي كنا كنعيطوا؟ قلت لها: السيدة ها هي نمرتي، انا ما بدلتهاش، قيدي عندك هاد النمرة. ماما وهي تقيدها قيداتها. قلت لها: واش هي هادي؟ ماما قالت لها: لا ماشي هي هادي، حيت ماما ديك النمرة كانت مقيداها، حيت مرة كانت كتصوني باغا تعزيها. قالت لها السيدة: وسيري. قالت لها: شوفي، ديك النمرة ديال من؟ ياك ما ديال شي حد ديالها ولا ديال شي وحده صاحبتها ولا الله اعلم. قلت لها: واحد النهار دويت مع اختك في التليفون. قلت لها: السيده شوفي، ما كاينش هاد الهضره، ما كاين حتى شي حاجه. قلت لها: انا ديك الانسانه من ديك الساعه ما بقيت دويت معاها وما بقى يجمعني بها حتى شي حاجه. الخدمه اللي كانت كتجمعنا راه هي ما بقاتش خدامه فيها، والقرعه اللي كنا دايرين راه سالات، يعني ما بقى يجمعنا والو. ماما وهي تقول ليها: صافي سيري الله يعاونك. ماما خدات النمره ديالها وجات في حالها. جات ماما وجهها ما كيتفسرش، دخلات طلعت نيشان عند الجده وعاودت ليها لافير كامله. جده مسكينه طاح ليها الطونسيون، كانت شويه تموت. قلت لها: ما يمكنش هادشي. قلت لها: ماما هادشي اللي كنقول لك هو اللي كاين. قلت لها: انا بغيت غير نفهم واش هادشي بصح. قلت لها: انا بغيت نعرف الكذوب من الحقيقه. جده قالت لها: وواجهيهم باش تهناي. قلت لها: ونعرف شكون الكذاب وشكون اللي ماشي كذاب. قلت لها: سيدي علاش تكذب عليا؟ وهي فعلا كون قالت ان بنتي وجه النحس غتقولها ليا نيشان، زعما غتخاف مني. قلت لها: السيده شنو قالت؟ قلت لها: جده وعلاش هاد السيده الخاله غتكذب عليك؟ يعني ما كاين لاش. نقزات جده قالت لها: شوفي دوزي قدامي. نزلات الجده وماما نيشان عند ديك جارتنا، نزلوا عندها دقوا عليها، حلت ليهم كتعنق وتبوس: مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. المهم دخلات ناضت ماما قالت لها: شوفي فلانه. قالت لها: ما كاين لاش نبقاو نكذبوا على بعضياتنا. قالت لها: انا تلاقيت مع فلانه الخاله وقالت لها وسولتها على الخطبه وراها اشنو قالت ليا. قالت لها الجاره: لا ماشي هذيك السيده اللي دويتي معاها. قالت لها: ماما شوفي بلا ما تبقاي تكذبي. قالت لها: لا. قالت لها: ياك ما في خبارها والو. قالت لها: شوفي ما تكذبي ما والو. قالت لها: الاخرى قالت ليا. قالت لها: الجاره انا السيده دويت معاها. قالت لها: ماما واش متاكده من هذا الكلام؟ واش بغيتيني نعيط ليها؟ قالت لها: ماشي مشكل، نعيط ليها ونسول واش فعلا هذيك. قالت لها: هي تعطيني النمره ديال صاحبتها ونعيط ليها ونفضوا هذا المشكل. قالت لها: واش هي صاحبتها؟ كون كان مثلا ماتت ليها اختها ما غتجيش تعزيها؟ ما تسقاش الخبار. قالت لها: حنا نقولوا الخطبه دايرها بالستره. السيده مازال كتخرج عينيها وكتقول الهضره ما منها والو، ان هذيك السيده كذبات. المهم بقات ماما عيطت للسيده حتى دارت الاوبارلور، كتقول لها: الو انا اللي تلاقيت معاك. كتقول لها: مرحبا. قالت لها: شوفي راه معانا فلانه، راه كتقول حنا السيده اللي معاك صاحبتك الوهميه هي اللي بغات تخطب. وهي تقول لها الخاله: الله ينزل عليك النعله. وهذيك جارتنا كتقول: الله ينزل عليك انتي النعله الكذابه، باغا تخسرينا مع هاد الناس، باغا تنتقمي منا. خليت لك الله، على مالنا حنا اشنو درنا ليها؟ وما ماتتش اختك، ماتت اختك الله يرحمها. ماما صافي حتى كانت غتيق الهضره اللي كتقول الجاره، لانها كتدور فيها وكتواجه، والاخرى ما كتخليهاش تهضر. حتى في واحد اللحظه ديك الاخرى بدات كتغوت: سيري الكذابه.
قالت لها انا غيطت لواحد خيتي، قالت انا عيطت، قالت لها انا هذا الشيء اللي طرا لكم، قالت لها قلتوه في الخدمه كامله، قالت لها وكل شيء شهد فيك انك كذابه، قالت لها على حياه ما قلتيش ليها انك انت يتيمه وعايشه، كنتي عايشه في الخيريه، قالت لها وقالت لي احقا والواد راه كتهلاي في امك ساكنه في واحد العروبيه وانت ما كترضوش بوالديك فاش كتقول لهم بنت خيريه، قالت لها سيري يا الفاعله يا التاركه، الله يعفو علينا من هاد الكذوب. الجارة لقات راسها تعرات وخرجت من الدار. ماما كتسمع ديك الهضرة ما عرفات باش تبلات، كتقول اويلي واش حنا كنا في الزواج حتى ولينا فمها انها هي عندها الام وما كبراش في الخيريه، يعني داكشي كامل كذوب. ماما تلفات قالت ليها بنيتي انا بغيت غير نعرف علاش كذبتي علينا، والله ما كذبت، والله ما درت، والله ما فعلت. المهم ماما ما عرفات ما تشد من لا حق لا باطل، والسيده بدات كطيح بالرياح كدير فيها سخفات. هزات ماما راسها وكانت خرجت هي وجده وطلعوا. ماما بدات كتبكي، المهم بقات في واحد الحاله، عيطات لعماتي، عماتي قالوا ليها واش انتي مسطيه، قالتيهم كيفاش، قالت ليها ماما خسرتي ماما وبابا خسروا في هذيك الخطبه 2 المليون، ما بين الصليح اللي صلحنا الدار، ما بين داكشي اللي طيبنا، داكشي اللي وجدنا، يعني خسرنا فلوس صحيحه، لان السيده جابت لينا تصور، جابت لينا بزاف ديال الحاجات، وحنا ما بيناتنا حتى شي حاجه اللي غتخليها تكذب علينا، وعلاش غتكذب اصلا. المهم هي هذيك، ناض بابا في العشيه لقى ماما في ديك الحاله، قال ليها شنو ماما عاودت ليه كل شيء. بابا تم نزل دق على راجلها، خرج ليه قال ليه السلام عليكم. وعليكم السلام. قال ليه انا بغيت نفهم اش من عار دوزنا فيكم حتى ديروا فينا هاد الحاله. الراجل ما فراسو حتى شي حاجه، قال ليه تيفاش الحاج، وهو يقول ليه راه اشنو هاشنو، عاود ليه القصه، وهو يقول ليه الراجل اويلي، وهو يعيط ليها فلانه، وهي تجي، قال لها اجي لهنا، قال لها كيفاش هاد الخطاب، واش ما كاين والو، واش عاوتاني كذبتي، عاوتاني رجعتي لديك الحاله ديال الكذوب ديالك يا بنت الحرام يا الفاعله. وهو يشدها من شعرها وزدح ليها راسها مع الباب ديال الزنقه، والباب ديال الحديد عرفتو الزدحه ديالو، غيزدح ليها راسها حتى تشق وخرج الدم. بابا غير شاف الدم هز راسو وطلع مع الباب، قال المهم ما نتلصق في جريمه تقتل. المهم طلع جنغخ هرب. هذيك الجنديخه ديال بصح سلامه طلع عند ماما، طلع يا البنات وجههم زنق، قال لها شوف الحاج، قال ليه اسمح ليا، وعيط لمرتو. خرجات ماما كيبوس ليها راسها ويبوس ليها رجليها، كيقول ليها العار انا مزاود، غير سمحي ليا انا وديريه فيا. نزل جدي قال ليه هاد السيده خويو ليا الدار ما تبقاش عندنا، قال ليه كدابه حنا اش من حاجه خايبه درنا فيها. المهم حنا كنسمعوه كيضرب السيده دايره التحميره لراسها وشاده بواحد الزيف وطالعه وكذبت عليكم ودايره فيها الضحيه. راجلها هو يدور عندها، قال لها انت اللي كدابه. شافت فيها ماما وهي تقول لها دابا بنيتي بغيت نعرف علاش كذبتي عليا، علاش قلتي لي انت بنت الخيريه، علاش النهار اللي شفت معاك ديك المره في الاخير قلتي لي ماشي امك. قالت لها لا هذيك ماشي امي، وهذيك تخلات عليا، وانا فعلا كبرت في الخيريه، وانا ما انا. وهي فعلا كانت دوزات واحد الفتره اللي قليله في الخيريه، الوقت اللي جات المدينه اللي حنا فيها وكانت باغا تخدم ولا ما نعرف. المهم لقاوها، المهم تخربيق هذيك القصه والله اعلم واش بصح ولا لا. المهم وعكوس الهضره كامله اللي كانت كتقول لينا كذوب. والراجل بدا كيقول ليها انا عييت منك، قال لها من النهار اللي سكنتي عندنا وانتي كتكذبي، قال لها امي درت معاك كاع الحلول، قال لها في الاخير ما قدرتش، وقالت ليه العار ولدي لا ما خرجتي، وخرجت وكلات ليه، قالت ليه ما غنبقاش 2 وليدات. قال انا بغيت نعرف هاد السيناريوهات اللي كتركبي في راسك كي كديري ليهم، كيفاش يعني السيده تركب السيناريو، السيد فاش خدام وكي داير، وجابت لي التصويره على الله منين جابتها، وجبدات لي التصويره ديالو والتصويره ديال اختو اللي مزوجه بداك السعودي، والتصويره ديال خوه اللي في ميريكان. يا اختي ودوك الناس كلهم كيتشابهوا وكلهم وماشي بزاف، والخطبه كيفاش محطوطه، وكيفاش سيدي راه دايره افلام، وكيفاش عندها هاد الجهد اللي دير هاد الحبكه الدراميه، وهاد الشيء كامل حنا تصيديناه. المهم كتلبس الماما رجليها وكتقول ليها العار ما تصيفطينيش، ما تجري عليا، واش انا نكذب عليك، واش كيعتبت بنتك مرتو، ما عمرني نبغي نشوف خيالتها ولا غنسمح ليها شي نهار. قال ليها تكرفستي علينا. المهم السيده فعلا خرجت من عندنا من هذيك الدار. أنا اليوم جيت نعاود لكم قصتي باش نقول لكم أكبر شمس العشية اللي طرات ليا، وفي نفس الوقت بغيتكم تاخدوا الحيطة والحذر. ما عمرك ما تثيق في شي واحد 100% وتقولي داكشي اللي كيقول راه بصح. أنا شفنا تصاور، شفنا كل شيء. حنا الغلط اللي درنا أننا ما ركزناش معاها،
ندويو مع هادوك الناس، ندويو معاهم في التليفون، نهضروا معاهم، انا نتعرف على الدري. وتيقنا الهضره والكلام ديالها وبقينا تابعين، والهضره اللي كتقول كنقولوا بصح. حنا ما شفنا حتى واحد في عائلتها، وعائله راجلها قاطعين عليها حيت عارفينها كدابه. والسيده فحالها كتخيل، وتخيلوا ما كتجلسش، كتجلس وكتقول ليا اجي هنايا عندك يكون. هي فعلا كانت عارفه راسها حامله بالبنت وما قالتهاش، حيت هي ديما كتقول ماما ستري ستري. ربما تكون فعلا هي حامله بالبنت وعارفه راسها حامله بالبنت، وقالت ماما حامله بالولد، داكشي علاش ما بغاتش تقاد. كيفاش كانت ماما لعبات على الضفر الصغير، كيفاش ماما كانت كتقشر كتسول، وهي فعلا تبدلات وداكشي ولا كان دايرين ديك هذيك الدراما وعايشه في ديك الشخصيه. السيده راه مسطيه، كنا مدخلين معنا مجرمه، كان ممكن تقتلنا، كان ممكن. الله اعلم البنات، الله اعلم. والسيده ماشيه معنا للحمام وتزغرت، والدور تقول لي تبارك الله على الحيمه بيضاء. ايوا انا هذا هو اللي مجوج، والدور وتزغرت. وماما كتقول اويلي الجيران، كتقول اويلي صافي جاو الخطاب، كتقول يا ربي كمل، كتقول علاش لي ما يكملش. الله هو ما كاين لا عريس لا والو، والله ما كاين البنات، ما كايناش. وكون ما تلاقيناش مع هذيك السيده الخاله الحقيقيه، كون باقي لحد الساعه اللي كنهضر معاكم رحنا في دار غفلون. هذه هي قصتي، وانا اليوم جيت نعاودها لكم غير باش كيف ما قلت لكم تاخذوا العبره وتضحكوا شويه، ضحكوا علينا حيت حنا رجعنا ضحكه. المهم ماما فاش عرفات غتسولوني على البسطيله واش كليناها والحلوه. والله البنات الى من شهر واحد الى يومنا الان بابا ما بقاش يتقدى اصلا. هاد 2 المليون قالك خصني عام باش نردها. هذيك البسطيله ماما كل نهار تجبد لينا واحد الطريف ناكلوه، مرات تجبد لينا شويه المسمن من داكشي اللي صايبات. المهم وحنا عايشين غير من ديك الفريغو ديال ديك الخطبه. والدور ماما وتقول لي فاش كتبغي تبرد على قلبها تقول لي والو، المهم بدلت طلامط وبدلت التريه. ايوا الحمد لله حنا بدلنا الطلامط والتريه واستفدنا وتقلبنا وجاتنا اكبر شمس العشيه. الغزالات ديالي هنا سالت قصتنا. ما تنساوش طبعا تخليوا الاراء والتعاليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه. هنا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم، مع السلامه.